لو فاكرة إن طاجن المكرونة باللحمة بتاع محلات الكشري حاجة صعبة إنك تعمليها في البيت تبقي غلطانة، لأن أسرار الطاجن ده هتعرفيها كلها معايا في فيديو النهاردة. هقولك إزاي تظبطي الصلصة اللي ريحتها بتبقى مفحفحة وبتجيبنا كده على ملا وشنا ونروح نشتري الطاجن ده. هخليكي تعمليه في البيت النهاردة من غير سلق مكرونة نهائي وبربع كيلو لحمة بس، هنغرق البيت كله طواجن. هقولك ازاي تطلع معاكي المكرونه مفلفله لا معجنه ولا ناشفه واللحمه مستويه ودايبه. الطريقه دي هتخليكي تبطلي تشتري الطاجن ده من بره. حطوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه لو اول مره بتشوفوني، فعلوا الجرس على الكل علشان يوصلكوا اي فيديو جديد بنزله. اول حاجه هنعمل اللحمه. هنعصج اللحمه ازاي؟ معلقتين من الزيت، وعندي هنا بصلايه كبيره مفرومه ناعم قوي. انا عايزه البصله تدبل بسيط، مش عايزاها تاخد لون ولا اي حاجه. بعد ما البصلة تدبل هننزل عليها بفصين من التوم مفرومين. أنا هنا فرمة حوالي معلقة كبيرة من التوم، أخدت منها معلقة صغيرة. التوم ياخد تشويحة مع البصل خفيفة كده، وهنزل عليهم بربع كيلو من اللحمة المفرومة. ربع كيلو اللحمة المفرومة ده هيعمل لنا 3 طواجن حلوين قوي يكفوكي مثلا لحد 4 أفراد. هنقلب كويس جدا لحد ما اللحمة تبدأ تغير لونها، وبعد كده هنزل بالتوابل. نص معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، نص معلقة من الكمون، وعلى طرف المعلقة جنزبيل، وعلى طرف المعلقة حبهان على لورا. التوابل دي هتطلع لك عصاج لحمة للمكرونة خرافي، ريحته جميلة. هقلب اللحمة بقى مع البصل والتوابل دي تطلع ريحتها كده وتحسوا ان اللحمة دخلت في السوا. هنبتدي ننزل بفلفل الوان. الفلفل الالوان ده طبعا اختياري، ممكن نحط فلفل اخضر بس، ممكن نحط فلفل الوان زي ما انا ما عملت، هتدينا لون حلو للطاجن كده وكمان قيمة غذائية عالية. تقريبا عايزه الفلفل ما يقعدش كتير على النار لان لسه الطاجن هيدخل الفرن، عايزه لون الفلفل يفضل مصحصح معايا، يعني تقلبتين وبنطفي عليه. وكده تكون اللحمه استوت معايا واتعصجت تمام. بصوا لون اللحمه المفرومه مع الفلفل الالوان لوحه فنيه. هاخد اللحمه احطها في طبق على جنب لان هشتغل الصلصه في نفس المكان، في نفس الحله او في نفس الطاسه او في نفس اي حاجه انت بتعملي فيها. هنبتدي نسوي الصلصه لان انا عايزه ريحه اللحمه كمان تبقى في الصلصه. هنزل بمعلقتين من الزيت وبقيه التوم اللي انا قلت لكم عليه، بقيه المعلقه الكبيره يعني دول حوالي 5 فصوص من التوم. هقلب التوم لحد ما يلون معايا ويبقى لونه ذهبي كده. هنزل عليه بمعلقه كزبره، وهنزل كمان عليه على طرف المعلقه حبهان مع لورا. وشميلي بقى الريحه الخطيره دي. التوابل تتحمص مع التوم. هنزل بقى ب3 معالق 4 معالق من الخل. هطفي التوم بالتوابل دي بالخل وشميلي احلى ريحه للطاجن النهارده. تقليبه صغيره كده لحد ما التوم يبدا يطرى معاكي شويه. بعد كده هنزل بمعلقتين من الصلصه. معلقتين من الصلصه، انا عايزه طعم الحموضه بتاعه الصلصه تروح، فهتاخد تقليبتين كده مع التوم والخل. بعد كده هنزل بنص كيلو عصير طماطم. عصير الطماطم ده انا فرماه عادي في الخلاط، لا مصفيه ولا اي حاجه. محلات الكشري ما بتصفيش يا جماعه صلصه خالص، بتاخد الصلصه وبتاخد الطماطم زي ما هي كده تحطها في الاكل. بعد كده هزود كوبايه ميه وهحط التوابل بتاعه الصلصه. ركزي بقى في توابل الصلصه علشان تطلع معاكي صلصه ريحتها مفحفحه وطعمها كمان جميل. هنزل بالملح، انا هنا ضفت حوالي معلقه ونص، وبعد كده ضفت رشه صغيره كمان. وهنزل كمان بمعلقه صغيره من الفلفل الاسود تكون مليانه حلو كده، او نص معلقه كمون. والكمون كمون مهم قوي في وصفه النهارده. رشه من الشطه. الشطه طبعا حسب الرغبه، مش عايزه تضيفيها ما تضيفيهاش، بس هو الطاجن طبعا بره بيبقى مشطشط قوي يعني، فاحنا بنحط كده على حسب ذوقنا. وكمان معلقه صغيره من البابريكا المدخنه او بابريكا عاديه. ونقلب. وانا محتاجه الصلصه هنا تكون خفيفه شويه لان الصلصه دي هي اللي هتسوي لي المكرونه. فهضيف على الصلصه حوالي كوبايه ميه، يعني انا ضفت كوبايه ميه وانا بحط عصير الطماطم، وكوبايه كمان يعني انا ضفت كوبايتين من الميه. ونقلب كويس قوي واسيب الصلصه، انا مش عايزاها تتسبك ولا اي حاجه، انا هسيبها لحد ما تغلي والتوابل وريحه الصلصه تبدا كده تظهر وتطلع معايا. يعني هنسيبها على النار حوالي 10 دقايق، وده بيكون شكل الصلصه. انا عايزاها بالقوام ده، تكون خفيفه لان هي هتسوي لي المكرونه زي ما قلت لكم. كده احنا جهزنا الصلصه وجهزنا العصاج. هاتيلي بقى اي طواجن عندك، وممكن كمان تكون صينيه الومنيوم عادي خالص، اي نوع صينيه عندك هنشتغل بيه هتمشي معانا. انا عندي هنا طاجن، حطيت كميه من اللحمه واسويها كده في الطاجن واضغط عليها كويس قوي. انا عايزه اضغط اللحمه كده علشان تبقى متماسكه وانا بقلب الطاجن. بعد كده هحط المكرونه بتاعتي، مكرونه قلم عادي خالص. هنحط المكرونه جوه الطاجن واسيب كده مقدار عقله ونص، بنسيبها فاضيه في الطاجن لان هي طبعا لسه المكرونه هتستوي. بعد كده هنضيف لها الصلصه وتكون الصلصه سخنه.
عايزة الصلصة سخنة علشان ما تاخدش معايا وقت كده ايه في الفرن. حط كمية من الصلصة، حط كمية حلوة كده علشان تطلع معانا حمرا وجوسي كده وبتبظ صلصة. عندي كمان 2 طاجن صغيرين هعملهم بنفس الطريقة بتاعت الطاجن الكبير، اللحمة ونضغطها كويس قوي، وبعد كده نحط المكرونة ونسويها ونحط الصلصة بتاعتنا. وطبعا المكرونة هنا هتطلع ناشفة معايا شوية، فهنضيف لها حوالي كوباية من المية. هوزع كوباية المية على ال2 طاجن، وممكن كمان ما تاخدش معاكم مية لو انتم مخففين الصلصة شوية عن كده كمان. والطاجن الكبير برضو زودت له حوالي كوبايه الا ربع من الميه، وهز كده الطواجن كويس قوي علشان الميه تتخلل كده والصلصه تتخلل جوه المكرونه. وممكن اساعدها كمان بمعلقه. انا عايزاكم تركزوا معايا في مقدار الصلصه اللي انا حطاها او مقدار السائل اللي هتستوي فيه المكرونه. لو تلاحظوا انا مغطيه المكرونه كلها بمقدار الصلصه او بالصلصه. عايزاها تستوي كويس اللي دي هتدخل الفرن، فلازم يكون فيها كميه سائل كويس. وكمان حطيت معلقتين من الزيت بالشكل ده. وغطي الطاجن بتاعك بقى، تغطيه بفويل، تغطيه بصينيه تانية. انا غطيت الكبير بصينيه تانية، بس الطواجن الصغيره السور بتاعها اقصر شويه، فعملت فكره حلوه قوي جت على بالي وانا واقفه، لان ما كانش عندي ساعتها ورق فويل. جبت ورقه زبده بليتها بسيط قوي وكرمشتها كده وغطيت بيها ورق الطاجن. لقيتها مسكت كده زي ورقه الفويل بالظبط. ودخلت الطواجن بتاعتي على درجه حراره 200، وتكون الشبكه بتاعتك في اول رف من تحت. فالفرن بتاعك يكون متسخن كويس على درجة حرارة 200، والشبكة تكون من تحت أول رف من تحت. وطبعا الطواجن دي بتستوي وهي متغطية. هتقعد معاكي بالظبط كده حوالي 35 دقيقة، تكشفي عليها وتشوفي مكرونة كده، تدوقيها تشوفيها إذا كانت استوت ولا لأ. بنطلع الطاجن من الفرن على طول، بنسيبه دقيقتين يهدى، وبعد كده نقلبه وشمولي أحلى ريحة. بصوا الدخان طالع منها، كانت مولعة، كانت طعمها خطير، ريحتها كانت أخطر وأخطر وأخطر. أكلنا البيت كله بربع كيلو لحمة مفرومة، وعملنا كمان مكرونة بمنتهى السهولة، لا سلقنا ولا تعبنا خالص في عمايلها، كانت سهلة وبسيطة، والريحة طبعا تجنن. مش هوصف لكم طبعا، انتوا هتجربوا وهتقولوا لي. بصوا المكرونة بتاعتنا مفلفلة ازاي، مش معجنة، بتقطم معانا بسهولة وفي نفس الوقت مش معجنة خالص. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة. اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك، وكمان تعملوا سبسكرايب او اشتراك في القناة لو اول مرة بتشوفوني. اشوفكم على خير في وصفة جديدة وفيديو جديد. مع السلامة.